بسياساته الخارجية. نعم. السيناريوهات المستقبلية، هل ستتطور بالفعل المظاهرات لتحدث ثورة وتغييرا في النظام؟ يعني هناك مطالبات بإسقاط النظام، بالموت لروحاني وخامنئي، لكن لرؤيتك في داخل هذه الأزمة، هل بالفعل هذه المظاهرات قادرة فعليا على إسقاط هذا النظام؟ هل هو نظام هش داخليا فقد ثقة الشعب؟ يعني من المتوقع أن تزداد هذه التظاهرات خلال الأيام القليلة القادمة، ستزداد، ولكن للأسف من المتوقع أن يستخدم النظام الإيراني ضدها العنف. ولا أظن أن هناك مقارنة بين هذه التظاهرات أكبر بكثير من تظاهرات 2009 عقب الانتخابات قبل الماضية. ما الفرق بين مظاهرات 2009 وهذه المظاهرات؟ يعني مظاهرات 2009 مرت ولم يحدث للنظام شيء. نعم، التظاهرات 2009 كانت محدودة جغرافيا، كانت محدودة من الناحية الجغرافية، ولكن التظاهرات هذه المرة بفعل التراكمات من 2009 إلى الآن، وبفعل انتشارها الجغرافي الواسع فيها تختلف كثيرا عن تظاهرات 2009. هذا إضافة 2009 كان أكثرها يغلب عليها الطابع السياسي، ولكن تلك التظاهرات هذه المرة يغلب عليها الطابع الاقتصادي ثم السياسي. نعم. الاقتصادية والسياسية. نعم. أشكر حضرتك أستاذ علي عاطف، الباحث والمتخصص في الشؤون الإيرانية. شكرا لك. في الذكرى السنوية الثامنة للثورة الخضراء كما يسمونها في إيران، ومن ثاني كبرى المدن الإيرانية مدينة مشهد أو محل الشهادة كما يدعون، انطلقت شرارة المظاهرات في مئات من الإيرانيين الغاضبين الرافضين لسياسات روحاني الاقتصادية والسياسية الخارجية، وانتقلت كالعدوى من مشهد إلى مدن أخرى كأصفهان حتى وصلت إلى العاصمة طهران بعد يومين فقط من بداية المظاهرات، احتجاجا على غلاء الأسعار وتزايد الفقر والبطالة وسوء الإدارة الاقتصادية والسياسية والتدخل في شؤون دول الجوار أكثر من الاهتمام بالشأن الداخلي. تحولت الهتافات من هتافات اقتصادية إلى الموت للدكتاتور، اخرجوا من سوريا وفكروا في حالنا. طالبت النساء بالطعام والغذاء وصرحنا بأنهم بعنا أجسادهن بسبب الفقر. نادوا روحاني: أعطيناك صوتنا لتطعمنا، ولكنه جوعهم. هل هذه الأزمة بالفعل وليدة اللحظة؟ لا يشك كثير من المحللين أن هناك عوامل اقتصادية وراء هذه المظاهرات المندلعة في إيران حاليا، والمتعلقة بقرار ميزانية العام. هذه الميزانية التي أعلن عنها روحاني والتي يوجد بها عجز كبير، لا تكفي أو لا تكفي فقط نفقات الجيش. فقامت هذه المظاهرات نتيجة للقرارات السلبية الاقتصادية وأيضا القرارات السياسية التي اجتاحت مدن وعواصم بالقتل والتجويع لشعوب مكلومة مثل اليمن، وخربوا اليمن بدعمهم للحوثيين الإرهابيين، تلك الميليشيا الغادرة الآثمة التي أضرت بالشعب اليمني. وكذلك فعلوا في سوريا من تقتيل وتهجير وتغيير لجغرافيا وجغرافيا السكان هنالك لحساب الطائفة العلوية الشيعية. هم يدعمون كل أحد إلا الأمة الإسلامية. النظام الإيراني يقول أنه ثورة إسلامية، ولكن هل بالفعل هو يدافع عن الإسلام؟ لا نجد ذلك حول أو في تطبيقاته العملية في المنطقة. هو يقف
في كل ما هو إسلامي. ونعتقد أن هذه المظاهرات